السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا هذا البيت هذا ونديروا فيه ديكورات باش ان شاء الله نعطيوه واحد الحله زوينه. اول حاجه راه كريم بدا تيركب لي ديك الطاجيره. مشى يجيب لي مازال داك المسمار باش يحاول يشدها مزيان باش ما تطيحش. مثلا واخا نحط عليها شي حاجه مثلا كادرات شي ديكورات، يعني نتاكدوا بانها راها ما طيحش. راه المسافه ديالها غير صغيره كما شفتوا. مازال غادي نعاود نحكها هما بلاصه المسامر اللي دار، مازال غادي نعاود نحكها ونعاود نصبغها. كما شفتوا راه باقه شويه حرشه. المهم صبغتها يلا كلشي الاولاني. دابا كريم يعاود يزيد ليها المسمار باش ما تطيحش، يعني نتاكدوا 100% راها شاده. المهم تكون صحيحه كريم انا عندك طيحات شاده. هو انا ما غاديش ندير عليها شي ديكورات بزاف، شي حاجه خفيفه. المهم تعطي ديكور وخلاص. المهم دابا غادي نحاولوا نركبوا ديك ديال الناموسيه صوبها معايا كريم، وديك الساعه نبداو في ترتيب ديال هاد الغرفه هذه هي كلها واقيلا حديد. واش حديد ولا خشب ما عرفتهاش. حديد ما عرفتهاش كاع كيفاش دايره. كنت باغي نصايب لك انا وحده ديال الخشب. ولكن المشكل هو ديال الوقت ما عندناش. يا كريم راه ما كارش يصاوب كلشي بيدو. هو جاي لي عاونك. حيد اللصقه ادم، عاون دادي. ما قدرتيش تحيدها. حاول. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. المهم كريم جبد البلان وبدا تيشوف فيه. شي ديال التركيب ما عنديش. سبحان الله، الاغلبيه ديال الرجاله ما عندهم هذا المشكل هذا. ربما راه اكتبوا لي في التعاليق عندك الصح. المهم العيالات عندهم مع هادشي ديال التركاب، هادشي اللي بان ليا انا. المهم انا غادي المهم ماشي كلشي، انا ما تنعممش ولكن الاغلبيه. المهم انا غادي ندوز دابا مع كريم باش نقدم معاه هاد جيب شي عصا، جيب عصا عاوتاني. هو مشى خدا عصا وهرب. غادي عاوتاني يدير ليا المشكل نفسه. نبداو نقلبوا عليها. يلا نبداو دابا نركبوا في هاد الناموسيه هادي. يلا صوبوا راسي. هاكاك رازن، برافو عليك. بحال راه مازال باقي. يلا طيب دير عندنا يلاه جاي نتاع. هاكاك رازن، برافو عليك. رازن راه ركباتهم. بشويه. عاوني ادم، عاوني. دابا نديرو هذه. تأكد راه كريم كلهم داخلين معه. برافو ياي، برافو عليكم. تأكد كريم راهم كلهم داخلين مع أكثرية ديك القنت مع دارتو رازان. برافو رازان برافو. دابا يلا عاوني دادي. نتمنى يكون هذا هو راسها بحال هاك. شو راه خفيفه هاكاك. وما ديال باش تهز الناموسيه على الارض. ودابا غادي نحاول نقي هاد البيت هذا، نقيه مزيان. غادي جا صبغت البلايص عاوتاني اللي خصهم يتصبغوا، درت عليهم
وباش نبداو نشوفوا كيفاش غادي نديروا ليه كي غادي يجي هذا الديكور هذا. المهم نهبطوا دابا لتحت. كما قالوا لي بزاف البنات قالوا لي حاولي تستغلي داكشي اللي عندك، وبصح راه كاينين بزاف الحوايج، غير المشكل اللي وقع انا غادي نهبطكم وتشوفوا يعني كلشي في الكراطن، وما بقيتش عرفت داكشي فين كاين اللي نقدر نستغلو، خاصو حتى هو نهار لتحت. انا نهبطكم ونوريكم علاش تنهضر. ها نتوما علاش تنهضر دابا تشوفوا. غندير لكم فيديو حيت هادشي كامل خصو يتخوى. كريم باغي يقاد هنا باش على الاقل نقاد السلعه ديالي. راني حابسه دابا البزنس، راه مده هادي وانا حابساه. المهم كانوا بانوا لي هادو كانوا عندي، كانوا عندي نقدر نستغل هادو. كاينين شي وحدين هادو دابا نوريكم. انا راه تنبرانتي غير من الورق العادي وتندير ديكورات، تندير ايات قرانيه. مهم نقدر نستغل هادو كما تتشوفوا. يلا يطيح ليا هادشي هذا. ها نتوما دايره هاد بحال هكا. مثلا تنشري هاد الطابلوات هادو، تنظن انايا ندير الديزاين اللي بغيت فيهم على حسب. من تنبدل مثلا الديكور في شي لون تنبدل، مثلا كنت دايره القهوي ولا دايره الغوز ولا دايره الخضر. المهم انا تنوض هادو ها تنبرانتيهم غا عندي في البرانتر وخلاص. المهم عندي هذه كنت لقيتها، نقلب نشوف شنو اللي نقدر نستغلو في هاد البويت هذا. المهم راه كما تتشوفوا هذه اللي من هنا هذه كلها سلعه، وعندي واحد العيبات الاخرين كل هادشي كلشي سلعه. يعني كما تتشوفوا راه دايره غير الكراطن. ها نتوما يعني السلعه مثلا تتباع شي حاجه تمشي ليها على حساب الرقم نيشان. راه نتوما ها يعني هاد الشيء الكراطن ما بقاوش خدامين ليا، لان شحال من مره وانا تنتحول وتيخسروا ليا، حتى هذاك الغطاء ديالهم الفوق تيخسر. وعاد عندي سلعه عاوتاني بحال داك الشيء ديال بحال الانتيك. عندي حتى سلعه انتيك حتى هما راه دايراها في هاد الكراطن هادو. وكما تتشوفوا هاد البويت راه باقي مازال ما وصلناش ليه. داكشي علاش كريم دابا يحاول يخرج كلشي، راه غادي ان شاء الله نشاركوه معاكم. انا كنت الفكره اللي كانت عندي كنت بغيت نستغل واحد من هاد الطابلوات هادو، خصوصا هذا نستغلو من مورا داك الحيط اللي دابا تنصاوب فيه وصافي. كنت هاد الشيء اللي كنت غادي نكتفي به، ولكن الناس بزاف نبهوني لهاد الطابلو هذا وعطوني معلومات على شكون اللي صوبو، شكون اسم الرسام، يعني تبارك الله عليهم. هادوك المعلومات انا غادي نستخدمهم باش نعرف بالضبط القيمه ديال هاد الطابلو هذا. ما بغيتش نستغلو، من سمعت القيمه ديالو قلت من الاحسن نخليه. رانا متاكده الدراري الا درتو تما انا متاكده غادي يطلعوا ليه ويقدروا يرسموا فوق منه ولا شي حاجه. قلت خليه حتى نعرف بالضبط القيمه ديالو. المهم انا نحاول ندوز على هذا الشيء هذا ونشوف الا لقيت شي حاجه اللي تقدر مثلا نستغلها في الديكور ديال هذا البويت هذا. هنايا هاد جوج كراطن لقيتهم حدا واحد القنت هنايا لداخل، مازال ما وريتهمش ليكم. نشوفوا شنو فيهم. هنايا فيهم كويسات، هادو اكثريه غير كيسان يعني. وهادو بحال مثلا ديال بانوا ليا بحال ديال الجرده مثلا، واحد يعلقوا فيهم النباتات، باقيين هادو جداد. المهم هادشي هذا غادي نشاركهم معاكم دابا، ندوز عليهم ونوريكم كلشي الحصيله اشنو لقيت. راه بزاف الناس توحشوا الطبقشيش. المهم راه ممكن باقيين شي كراطن قلال ماشي بزاف. ان شاء الله نشارك معكم هذا الشيء هذا اللي بقى. شو دابا انا راه تنشوف وتنقلب شو هذه شحال زويونه هذا الشكل ديالها. وان شاء الله وهذا الشيء كامل خصو يتستف، خصو يتقاد. يعني خصو كل حاجه تحط بلاصه، كل حاجه باش الواحد يعرف شنو عندي، شنو مثلا شي حوايج ما عارفاهمش انا. شو هادو راه تيجمعوهم الناس. المهم نحاول دابا ندوز على هذا الشيء هذا نقلب الا قدرت نلقى شي حاجه في الكراطن اللي نستغلها. كاين حتى هاد الطابلوات هادو، حتى هادو عندي منهم جوج. نشوف واش حتى هادو راهم عندهم قيمه
كما تتشوفوا راه دايرين شكون اللي مصاوبهم ومقادين. المهم انا خصني طابلوات صغار بحال هادو اللي نستغلهم الفوق. المهم نحاول نشوف هاد الطابلوات هادو، كاينين عندي واحد الطابلوات اخرين، نشوف شكون اللي غادي يجي زوين. المهم انا نجمع هاد الشيء هذا ونوريكم شنو اللي غادي نستغل في هاد الديكور ديال هاد البويت هذا. ودابا من ركبنا هاد الناموسيه هادي، يعني لا باز ديالها التحتانيه، حاولت كاع داكشي اللي عندي يعني هو اللي غادي نقضي به. المهم يا اما غادي نمشي على كادرات ديال الذهبي اللي غادي نحط فوق من داك الطاجيره الفوق، ولا هادو كانوا عندي وما عمرني ما استعملتهم، خديتهم حتى هما غير من هذاك المحل اللي تنمشي ليه ديال الحوايج المستعمله. وهادو ديجا كانوا عندي يعني تنستعملهم بزاف، فما مشيت راهم معايا يعني تنبدل كما قلت لكم. غير هاد الوسط تنبدلو على حساب الديكور انا اللي بغيت، ولا المخدات اللي دايره على حساب اللون، يعني تنحاول هكا مره نبدل شويه ديال الديكور. وكانت واحد نوريها لكم، هذه كانت في واحد الكادر قديم كان جايبو معاه كريم من المغرب، وصافي حاولت انا انني نحيدو من داك الكادر صافي، واستعملتها في هاد هنايا بحال هاك. يعني هذه تتعجبني، يعني ديما تنخلي هذه ما تنبدلهاش، وتنبدل غير هادو هنا. وهذه ديال مراكش كما تتشوفوا تتعجبني المناره ديال مراكش. انا ماشي بنت مراكش، ولكن ما شاء الله تيعجبني داكشي اللي كاين في مراكش. ضروري مره ملي تنهبط المغرب ضروري خصني نزورها. ولقيت هادو حتى هما اللي نقدر نستعملهم. ضروري النباتات الخضرين راهم يعني ضروري في اي ديكور خاصك ديري النباتات الخضرين، تعطي واحد المنظر زوين، يعني تعطي واحد كما تنقول الانتعاشه ديما، واخا راهم ماشي ديال بصح ولكن تيديروا داك الجو. وهنايا واخا مهرسه من هنا، ولكن قلت عجبني الديكور ديالها، لقيتها مع داكشي اللي كان لتحت. غادي نستعملها هذه حتى هي. المهم حاولت انني اي حاجه اللي عندي في الدار هي اللي نستعمل. هاد الشمعه دابا اللي لقيت حتى هي لتحت، يعني من مشيت دابا تنقلب مع كما قلت لكم بزاف الحوايج كاينين في الكراطن، ما قدرتش نخرج كل شيء. حاولت غير الحوايج اللي بان لي يعني راه كاينين من الفوق نقدر نستعملهم، هما اللي غادي نستعمل. هاد المخدات هي عندي واحد المخدات اخرين، المهم نشوف شكون الا مخده اللي غادي تجي مع الديكور. بالنسبه للخوامي هادوك ديجا عندي، هادوك كانوا عندي راه تقريبا اللي هما عاد 5 سنين. ديما ملي تكون تشري واحد الكاليتي اللي زوينه راه تدوم معاك، يعني ما تتخسر شيء. والزربيه حتى هي راه كانت عندي. دابا غادي غير نركب هاد العصيات هادو على وديت الشراجم وندير الخوامي، وهانتوما معايا باش تشوفوا يعني خطوه بخطوه كيفاش هاد البيت هذا غادي يجي. رجع بدلت شي هادوك ديال الضو، باقي لي غير هذاك اللي الفوق، وهذا حتى هو خاصني نبدلو. وديجا درت هادوك على وديت الدراري الصغار باش ما يمشوش ليهم. المهم غادي نبدا دابا، وانتوما هانتوما معايا تتشوفوا شنو اللي غادي نختار، واش هاد الكادرات هادو ولا غادي نختار هاد الكادرات هادو. وما نشوف تيبان لي واقيلا غادي نقدر نختار هاد الذهبي على وديت هادوك بالذهبي. المهم انا نحط وغادي نشوف يعني شنو اللي غادي يتماشى مع هاد البيت هذا. شحال من واحد قال لي راه البيت عندك فيه الطول بزاف. لا ما كاينش فيه الطول كما تيبان لكم، بحال راه مربع، غير هو ما عرفتش واقيلا مع الكاميرا ولا شي حاجه ربما تيبان هكا. المهم انا غادي نبدا دابا نركب في هاد الخوامي هادو وندوزو لحوايج اخرين. المهم بالنسبه لهادوك الكابينيت الصغيورين اللي تيكونوا حدا الراس ديال اللي تيسميوهم النايت ستاند، هادوك لقيت واحد جوج كاينين لتحت. انا نوريهم لكم، هما ما تيتشابهوش يعني كل وحده مختلفه تماما. نختار وحده فيهم هي اللي غادي ندير مؤقتا من بعد، ونصوبوا وحدين حنا راسنا. خاصنا وحده هنا مع كما تتشوفوا، خص تجي غير في هذا القنت هذا صغيره، وحده اللي هي ولا على الاقل غير وحده. المهم حنا نشوف دابا انا هذه اللي لقيت نوريها لكم وشوفوا معايا اشنو بان لكم. المهم اول حاجه غادي نركب هادو
ونمشي نشوف هاد النايت ستاند نوريها لكم. وهادو هما اللي لقيت لتحت. كاين واحد النوع اخر ولكن كبير هذاك بزاف. لقيت هاد الشكل هذا زوون غير هو كبير. قلت واقيلا غادي نستعمل هذا يعني نقدر هذا يعني يبغي انه يبقى بلون العود ولا نصبغه بالكحال ولا بشي مع فيه هادو بحال الذهبي. هذا قلت نقدر هو اللي نصبغ، ما يمكنش نخليه هكا بلون العود، نحاول نصبغه باللون ابيض، نحاول نحكو ونقادو وندير ليه اللون ابيض، نشوف كيفاش غادي يجي. هادو حديد تنظن، هادو حديد. المهم نشوف الشكل ديالو كيفاش غادي يجي في الاخر. المهم هادو هما الجوج اللي لقيت اللي يقدروا، ولكن هذا كبير كما تشوفوا. واحد اخر لتحت هو كبار من هاك، يعني قلت هذا اللي بان ليا شويه نقدر نستغله مؤقتا بما نصاوبوا شي واحد حنا راسنا. المهم كريم دابا جاب لنا موسيه وانا صوبت هادوك. شتيهم كريم ديال التعليق، حاولت انني نطولهم الفوق نعليهم، هي لو ديت الخوامي طوال بزاف صافي يجيو عاليين. وحتى تيبينوا بحال السقف عالي. فرش ليا هاد الزربيه هذيك، راه ما غاديش نخليها هذيك تما هذه. راه ديجا اوردريت واحد اللامبات تجي وحده الراس وما تحتاجوا لا هي ريتشارجبل، يعني غير تيتشارجاو. لازم هما تيمشيو جوج. دابا نديرهم راه دايرين اليوم غادي يجيو، نتمنى يجيو في الوقت باش نحاول ندير الفيديو غدا. الا ما جاوش غادي نعطل شويه الفيديو. المهم هذه اللي كانت عندنا حتى هي هاد الزربيه نحاول نديرها. هذاك تتقلب لي على هذا باش يتغطى ديال الضو، كاينين صافي. ودابا راني حطيت هاد النايت ستاند اللي كانت كامله خشب، اللون ديالها حاولت نصبغها ونديرها بالبيض وخليت ليها دوك الرجلين لانهم بالحديد. المشكل هو انها كما تتشوفوا راها جات عاليه وجات كبيره. ما نقدرش ندفع الناموسيه من هي. انا قلت على الاقل مع كاينه غير وحده عندي، ما عنديش كيفاش غادي ندير، ولكن المشكل هو انها جات كبيره. ما عرفتش واش غادي نخليها ولا لا. راني قلبت في الفيسبوك في ماركت بليس ولقيت واحد الشخص تيبيع هادشي ديال نايت ستاند وانهم جداد، باقيين جداد، وحتى الثمن باش تيبيعهم ثمن مزيان وحتى الشكل ديالهم زوين. المهم راه تنحاول نتواصل معاه باش نشوف واش نقدر ناخذهم اليوم ولا لا. المهم باش ما كان راه غادي نقول لكم اش غادي يوقع، ولا تاخرت لكم على ان الفيديو تعطل راه هي لهذا السبب هذا، لان خاصنا نمشيو نهزوه من عنده. هو قريب لينا ماشي بعيد بزاف، ولكن مساله وقت. بالنسبه للناموسيه راني دايره ليها هذا الكافر هذا زوين، يعني تيعجبني بزاف. حتى فاش كانت عندي الناموسيه اللي قبل كما تشوفوا هذه هي الناموسيه، ولكن دايره ليها هذا راه مزيان. يعني ها نتوما انا يلاه دابا حطيتها، راه كما تشوفوا راني مسحت. الدراري طلعوا فوق منها وبداو يشتفوا ويديهم كانوا عامرين بالشوكولاط وعمروا ليا. يعني هذه مزيانه، تتحيديها تتنقيها تتخلي لك الناموسيه ديما نقيه، يعني ما تتلقايش هذا المشكل. يعني وباش زوينه انها فيها الميكا من التحت، مثلا حتى شي حاجه وقعات ما الناموسيه ديالكم تتبقى نقيه، ما كاينش مشكل نهائيا. هادو تيعجبوني، يعني تيحافظوا لك على الناموسيه. وراه كاينين بلي طاي اللي بغيتو على حسب الناموسيه ديالكم. كيما شفتوا يعني بحال هكا راه نحيدها ونصبنها، يعني ما كاينش مشكل. وها هما الكابينيت جابهم ليا كريم. هاد النايت ستاند يعني لاطاي هو هذا كما كنت نقلب عليه، يعني الحجم ديالو صغير، يعني تجي وحده من هنا وحده من الجهه الاخرى. وهادو هما اللامب اللي قلت لكم كنت هما تنتسناهم، بغيت ندير وحده من هنا من حدا الراس وكذلك وحده من الجهه الاخرى. هادو ما تحتاجوش ليهم الضوء، هادو مزيانين. بحال مثلا عندكم شي بلايصه بغيتوا ليها الضوء
وما يديزش ليها الخيوطه ديال الضوء. هذه راها افيكاس تيمشي ماشي حتى بالباتري كريم. هادو اللي خديت هي تيتشارجاو، شتيهم تيتشارجاو بهذا الكابلي هذا. وباش زوينه انهم جايين بهذا التيليكوموند هذه، راهم قبيله هما الدراري تيلعبوا بهم. جايين بهذا التيليكوموند تديروا نتوما اللون اللي بغيتي، بحال مثلا هذا اللون العادي. بغيتو شي لون مختلف راكم تديروه، راهم جايين مشارجين ديجا. وهذا اللون العادي مثلا اللي يا الصفر يا بغيتوه باي لون بغيتو. المهم هذه باش زوينه هو انها تتلصق، راها ماغنيك هنايا. انا غادي ندخلها وغادي تشوفوا ما تطيح ما حتى حاجه، يعني كيما تتشوفوا. يعني تتشدوها تتلصقوها، راه هما كاينين انواع بزاف بحال هذا الشيء هذا. يعني تشدوها وتلصقوها في الجهه اللي نتوما باغين. دابا غادي ندوزو نلصقها. يعني المهم هذه فكره لشي حد بحال هكا. رانا خديتهم غير من امازون، يعني في امازون شين في تيمو. يعني انا ما تنديرش ليهم اشهار، ولكن يعني شفتهم كاينين. يعني حتى بالنسبه للكلوزيت، انا عندي شحال من كلوزيت ما فيش الضوء، يعني دايره ليهم بحال هذا الشكل هذا، غير هو بطريقه مختلفه. حتى هما راهم يعني افيكاس. وهنا كما قلت لكم هادو هما التصاور اللي تنخرج انا. مثلا تنشوف على حساب النوع شنو اللي بغيت انايا في التصويره، وما باش تنبدل مره تنبدل الديكور مثلا ديال الدار، شي حاجه بحال هكا تقليديه ولا ديال الورد. المهم ندوز نختار شي حاجه من هادو ونشوفوا الديكور كي غادي يولي في هذا البيت هذا. المهم هذا هو البيت كما تتشوفوا. مهم حاولت نعطيه واحد الحله جديده بافكار بسيطه كما شفتوا معايا. المهم درت مجهودي، نتمنى المجهود ديالي يعجبكم. هذه كما تشوفوا دوك الديكورات، حاولت نحط داكشي اللي عندي. راه عندي بزاف الحوايج، راه كما شفتوا في الفيديوهات اللي قبل عندي بزاف الديكورات، يعني اللي لقيت في هذا الدار اللي نقدر نستغل. غير هو كل شيء باقي في الكراطن. دابا تشوفوهم معايا في الفيديو الجاي، راه عندنا روينه لتحت. داكشي علاش حاولت نستغل غير داكشي اللي يبان ليا قريب. المهم هو اللي هزيته واستغليته. المهم اختاريت جوج تصاور فيهم الخضر والبلون كاسي، حيت البيت مشيت غير على الخضر والبلون كاسي. وهذا اللون منين جبته؟ انا جبته من الزربيه. علاش؟ راه واخا تبان لكم بالكري، راه ماشي كري هذاك، راه خضر بحال الزيتي تقريبا بحال هكاك. وقلت من الاحسن نمشي على شي حاجه اللي سامبل. المهم هذاك البيض راه ديجا كان عندي، خديت انا غير البلون كاسي الخضر. انا راه ديما عندي بزاف د الحوايج في الخضر تيعجبني. داكشي علاش دابا تشوفوا راه حتى الصالون المغربي دايره بالخضر. المهم دابا نشاركوا معكم ان شاء الله في المستقبل من نصاوبوه. المهم هاد الزربيه فيها الخضر والبلون كاسي، وقلت علاش لا نمشي على الخضر والبلون كاسي هو اللي ندير في هاد البيت هذا. حتى تصاور نفس الشيء، مشيت على هاد اللون هذا، اختاريت داك اللوينات اللي كاينين. هاد اللعيبات اللي على الجنب، هاد النايت ستاند راه جاو هما هادوك كانهم عبار. جا الشكل ديالهم زوين، يعني احسن من هذيك اللي قبل اللي صبغت. هذيك جات كبيره وما جاتش في الديكور. هادو بعدا جوج جاو هما هادوك. حتى هاد اللامبات هادو ديال الضوء كما شفتوا راهم الشكل ديالهم زوين. وحتى التليكوموند راه بالي وقيله غير وحده، كان ادم غير وحده راه تتحكم فيهم بجوج. قبيله جربتها ما وحده تتحكم فيهم بجوج، يعني تتغيروا نتوما اللون اللي بغيتو. هذه راها فكره كما قلت لكم. راه ان شاء الله دابا نشارك معكم وحدين راه درتهم في الكوزينه. راه مازالت هي خدامه فيها باش نكملها ونشاركها معكم بالضبط كيفاش. يعني تيغيروا الديكور ديال البلاصه. يعني الضوء، انا بالنسبه لي ديما الضوء والنباتات الخضرات. راه النباتات الخضراء راهم تيعطيو واحد اللمسه زوينه لاي بلاصه في اي مكان، يعني في الدار راه تيزيدوا ديك اللمسه الزوينه. المهم هذه هي البيت. نتمنى يعجبكم بالشكل ديالو بدوك الاضافات اللي درت ليه. المهم قولوا لي الاراء ديالكم، قولوا لي كيفاش جاكم، واش راني توفقت ولا لا، واش الالوان متناسقه ولا لا، شنو الحاجه اللي بالكم خصني نغير. حاجه وحده انا اللي خصني ندير هو واحد الكرسي هنايا هذاك، يعني قلت ان شاء الله
عندي راكم نتوما شفتوا عندي شحال من واحد، ولكن اللون مازال ما ماشيش مع الديكور. خصني نبدلو، خصني نغلفو، يعني لضيق الوقت ما عنديش الوقت، داكشي علاش ما قدرتش نغلفو. دابا نشارك معكم ان شاء الله كيفاش نبدل الكراسه. يعني الكراسه تنشدهم، تناخذهم، تنشريهم وتنبدل ليهم الغلاف ديالهم ان شاء الله. دابا نشارك معكم هذا الشيء، حتى هذه راه حتى هي تجاره في حد ذاتها. ان شاء الله نشارك معكم هذه الفكره هذه. مهم هذا هو الشكل النهائي ديال هذا البيت هذا، الحمد لله. مهم راضيه عليه، خصوصا واحد من تصاوب واحد الحاجه بيدو يعني تتكون زوينه، يعني تعجبك الحال، يعني اللمسه ديالك الخاصه. ومهم قولوا لي الاراء ديالكم، راني تنتسناهم في التعليق كيف ديما. وشكرا لكم بزاف على كل تعليق، والله تنقراهم وتنفرح، وخصوصا الدعوات ديالكم. الله يجازيكم بالخير، والله يجعلها لكم في ميزان الحسنات يا رب. المهم نقول لكم نخليكم هنا، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. خليتكم على خير.